أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أنا مصري بتاريخ 11 سبتمبر 2012. يوم صاخب جدا ومظاهرات أمام السفارة الأمريكية، وأنا مصري وديانتي مسيحي وعايش خارج البلاد، يعني أنا من أقباط المهجر. وأعلنتها في الحلقة الماضية أنني كمثلي كثير جدا من المسيحيين والمصريين المقيمين بالخارج رافضين تماما للفيلم الذي تم الإعلان عنه والذي يسيء إلى الإسلام ورسوله، الذي بناء على هذا الفيلم والإعلان عنه خرج الآلاف اليوم في مظاهرات تعلن رفضها للفيلم ومنتجيه. رافضين لأننا نحترم كل الأديان ومقدسات الآخر، كما أنني أرفض من يخطئ ويعيب أو يسيء إلى مقدساتي حتى وإن كان غير مؤمن بها. كذلك يجب أن أكون رافض لأي شخص يسيء إلى مقدسات أو إيمانيات الآخر، أيا ما كان الآخر، مسلم أم يهودي أم بوذي أو أي آخر يدين بأي إيمان آخر، لأن هذه مقدساته وإيمانياته، فلا يجب أن أسخر منها أو أسيء إليها، لأن المبادئ برضو ما بتتجزأش. وعشان الأخبار الكتير اللي حصلت النهاردة والمظاهرات ومحاولة اقتحام السفارة الأمريكية وبدء يعني أزمة ما بين الدولتين، وعشان كمان اسم أقباط المهجر أو المصريين المسيحيين المقيمين في الخارج برمة واحدة في الموضوع، مكملين هذه الحلقة عن هذا الفيلم وعن أحداث النهاردة وعن أقباط المهجر والفيلم الذي تم الإعلان عنه. بدء الحلقة هتكون تقرير عن اللي حصل النهاردة أمام السفارة الأمريكية بالقاهرة، ونرجع نكمل حلقتنا. تشارك اليوم وترفض هذا الحدث الفظيع الذي قام به هؤلاء المجرمون في امريكا بانتاج هذا الفيلم المسيء جدا الى المسلمين عامه. هو طبعا هذا الفيلم وامثاله كثير من السفاهات والسخافات التي يفعلها هؤلاء المجرمون لن تنال شيئا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فان الله تعالى قد كفاه المستهزئين، ولكن هذا انما ينال منا نحن المسلمين، اكثر من مليار ونصف من المسلمين. كيف يهان سيدنا ونحن ساكتون؟ بنعتبر ان هذه الافلام تعبر عن افلاس حضاري للغرب وهزيمه نفسيه امام شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته، ومحاوله لحصار انتشار الاسلام في داخل المجتمعات الغربيه. ناس كتير مستكترة علينا ان احنا عايشين مع بعض اسره واحده واخوات، بيحاولوا يعملوا تفتيت جوه البلد. احنا بنوصل لهم رساله من هنا، لا احنا موجودين اهو كلنا في قلب بعضينا، محدش يعرف ان انا مسيحي غير لما انا قلت. واقفين ضد اي اساءه، لو اعتصموا انا هعتصم معاهم، لو وقفوا هللوا انا هقف اهلل معاهم. أين الذين يطالبون بالحريات والديمقراطية؟ أين هم الآن؟ أين هم الآن الذين كل يوم والآخر في التلفاز ويتكلمون ويتشدقون بالحريات؟ أين دفاعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هم من قضية الأمة؟ أين هم من قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يهان الآن؟ شيع أن الفيلم من إنتاج أقباط المهجر، وأقباط المهجر منه براء، والمسيحيين والكنيسة منه براء، وده اللي جه في البيان الرسمي لمكتب القائم مقام. هقراه لكم سريعا. البطريرك الأقباط الأرثوذكس هيكون معانا البيان يا جماعة. أيوه، الأنبا بخوميوس قائم مقام البطريرك ومطران البحيرة ومطروح والساحل الشمالي والخمس مدن الغربية. علمت الكنيسة أن بعض المصريين المقيمين في دول المهجر يعملون على نشر الفرقة بين أبناء الوطن الواحد بالإساءة إلى الإسلام ونبيه الكريم، والكنيسة تعلن بمنتهى الوضوح والشدة أنها ترفض وتدين الإساءة إلى الإسلام، وأنها تحترم الإسلام والمسلمين وشركاء الوطن والإنسانية،
وترفض المساس بمشاعرهم وعقائدهم ورموزهم الدينية. ولهذا فإن الكنيسة تعلن تبرئها من أفعال كل من يقوم بتلك الأعمال التي تنطوي على ازدراء للأديان، وهي جريمة يعاقب عليها القانون ويتعارض مع الخلق المصري الأصيل والتقاليد المسيحية. إمضاء نيافة الحبر الجليل الأنبا بخوميوس قائم المقام. هذا هو بيان الكنيسة الرسمي. أما عن أقباط المهجر وعن يعني أنه أقباط المهجر هم أنتجوا هذا الفيلم، وأقباط المهجر يعني بيانات رسمية وشخصيات من ممثليها رفضوا تماما هذا الفيلم المسيء. نبتدي معنا المهندس فرانسوا باسيلي الكاتب والمحلل السياسي من نيويورك، ويعني هو له باع في المجال الحقوقي والسياسي، وأيضا من الرافضين للفيلم. ألو، مساء الخير يا باشمهندس. مساء الخير، ازيك يا استاذ سماح؟ كويسين نشكر الله. أحب أسمع تعليق حضرتك عن في البداية الفيلم، وثانيا عن منتجيه، وثالثا عن ربط أقباط المهجر بمنتجيه. بالنسبة للفيلم موقفي يعني مش جديد، لأنه أنا موقفي قديم من سنوات طويلة، حتى لما ظهرت اللي عرفت بأنها الرسوم الدنماركية المسيئة. أنا رفضت هذا تماما وقلت ده مش حرية تعبير، ده كلام فارغ إن يقال على هذا حرية تعبير. لا أستطيع أني أستهزئ بمقدسات الآخرين، الأديان الأخرى وأتباع الأديان الأخرى، وأستهزئ بأنبيائهم وأقول إن دي حرية تعبير. لأن إحنا ما بنشوفش كده مثلا هنا في الجرائد. ما حدش يطلع في جريدة أمريكية مثلا وتلاقي أشياء ضد سواء النبي موسى أو السيد المسيح بشكل مهين. يعني بتلاقي نقد ديني في بعض المجلات الأكاديمية، ولكن ده مختلف تماما. دي يعني بذاءة. فهذا الفيلم فيلم هابط بجميع المستويات، هابط يعني أخلاقيا، وهابط فنيا، وبكل مجال. وبالتالي طبعا أنا أشجبه وأشجب كل شيء يمثله ويشبهه من يعني محاولة للحط من رموز ومقدسات الآخرين. مش شغلتنا نتعرض للآخرين ولأديانهم إطلاقا بأي شكل. مش شغلتنا. شغلتنا إذا واحد عايز يدعو إلى المسيحية يتكلم عن المسيحية فقط. بالضبط، هذا ما قلناه في الحلقة الماضية. وأنا لي كتابات كثيرة قديمة في هذا المجال ضد من يسيء لمعتقدات الآخرين، لأن إحنا بنقول أنتوا إزاي تسيئوا لينا، وبننتقد من يفعل هذا ضدنا. ثم أنا أروح أعمل زيه؟ يعني واحد يشتمني في الشارع بأسلوب قذر ويشتم الأب والأم ولا الدين، أروح أنا بنزل في الشارع أشتمه زيه؟ هل هذه مسيحية؟ لا طبعا. فأنا لا يمكن لحد يدافع عن هذا، ولا يصح إطلاقا أن يدافع عن هذا. والحمد لله إنه كل تقريبا يعني هيئات القبطية بالمهجر وكل الهيئات والكنيسة والجميع من الأقباط قاموا بشجب هذا العمل البذيء القذر. طب ربط أسماء من أعلنوا عن هذا العمل بأن هم ممثلي أقباط المهجر، وحضرتك يعني من نشطاء المعروفين في المهجر، هل يعني تعليقك على هذا الربط بأنه أقباط المهجر هم من أنتجوا هذا الفيلم؟ ما دي كانت أول حاجة لاحظتها وأول حاجة كتبتها الحقيقة في الفيسبوك عندي في صفحتي، إنه هذا كلام غريب جدا أن يقال أقباط المهجر يقومون بهذا الفيلم. يعني إذا في شخص واحد نعرف اسم واحد فقط اللي هو يقال إنه هو موريس صادق اللي بيروج لهذا الفيلم. تمام. فإذا تقولوا فلان الفلاني بيروج لهذا الفيلم، قام فلان الفلاني بعمل كذا، كل واحد مسؤول عن نفسه. لكن يقال أقباط المهجر، في 2 مليون قبطي في أمريكا وأوروبا وأستراليا وبقية العالم، نقول أقباط المهجر بيعملوا كده. هذا شيء شديد الخطر وشديد البشاعة. يعني في مقالة كاملة في مجلة موقع المصريون، كاتبها واحد كاتب مش فاكر اسمه، كلها تحريض ضد الأقباط جوه. يعني يبتدي بأقباط المهجر ويروح يكمل على أقباط مصر، إن كل دول بيشتموا في الرسول. إزاي كل دول بيشتموا؟ يعني أنا مش قادر أفهم إذا واحد أو 2 معروف أسمائهم ومعروف تاريخهم
بيعملوا كده يبقى انا اروح اقول كل العالم المسيحي؟ هذا خطر شديد، ويعني برضو ده استخفاف بالعقول الحقيقه، ولازم نفضحه، ولازم نقول انه ما فيش حاجه اسمه اقباط المهجر يقومون بهذا، وانما في شخص معين يقوم بهذا. تمام. يعني تلخيصا لما قلته، اولا حضرتك رافض تماما للاساءه الى المقدسات الاخر ورموز الدين الاسلامي او اي دين في العموم، ورافض في الوقت الحالي للفيلم الذي تم الاعلان عنه، ورافض لربط اسم اقباط المهجر بمن اعلنوا عن هذا الفيلم. بالتاكيد، وانا حقيقه حتى مش فاهم لحد دلوقتي، يعني انا ما شفتش الفيلم كله، شفت جزء منه جه على بالايميل على الانترنت. يعني مش عارف حتى هل في اوله حاطين اسماء ناس مصريين ولا ايه بالظبط. انا شايف كل الفيلم معمول بطريقه يعني لا علاقه لها بالمصريين والاقباط. تمام. فما اعرفش الحقيقه اذا كان حد شاف الفيلم وهم حاطين اساميهم، يبقى برضه اللي حاطط اسمه مسؤول عنه. طب انا الكنترول روم بيقولوا لي انه المستشار موريس صادق معانا على التليفون، وهو الداعي لهذا الفيلم. استاذن حضرتك تكون معانا على الخط واخد مداخلته للرد. الو. الو. مستشار موريس صادق. انا مساء الخير استاذ سماحه. مساء النور. حضرتك انا لسه داخل دلوقتي، فكنت عايز اعرف مين المتحدث اللي وقال ايه بليز. اللي معانا على الخط الاستاذ فرانسوا باسيلي، الكاتب والمحلل السياسي، كان بيتكلم أيوة. عن الفيلم، وانت احد الداعيين له والذي تم الربط باسمك وكل اقباط المهجر. فاسمح لي ان انا اسالك في البدايه، هل انت متحدث رسمي باسم اقباط المهجر لكي يتم الربط باسمك وباسمنا جميعا كاقباط عايشين في الخارج؟ حتى الخبر اللي اتكتب ما قالش المتحدثين باسماء اقباط المهجر. الخبر اللي اتكتب قال اقباط المهجر وهم المستشار موريس صادق، فلان ونبيل بسادة، المهندس نبيل بسادة، الدكتور ايهاب يعقوب، الدكتور زلمه. حدد الاسماء بالظبط، ما قالش هم الممثلون على اقباط المهجر يا استاذ سماحه. بس انت لسه قايل دلوقتي انه الخبر قال انه اقباط المهجر وهم، هل انتم كل اقباط المهجر؟ يعني ما قالش يعني عايز اقول لك حاجه، لما اجي اقول المصريين وهم سماحه ناجي، الجزء لا يعبر عن الكل يا فندم. ينصرف على كل المصريين ولا ينصرف لسماحه ناجي بس يا فندم؟ يا سياده المستشار، الجزء لا يعبر عن الكل، الكل يعبر عن الجزء، لكن ما ينفعش نعكسها. برافو عليك، لكن لو قال ان المعبرين عن اقباط المهجر او الممثلين لهم، يبقى دول الممثلين عن اقباط المهجر، لكن الخبر ما قالش كده. وبعدين عايز تسال بقى، ما تسالنيش انا، اسال البيان اللي انا مطلعه وموجود على موقع الجمعيه الوطنيه القبطيه. هل احنا قايلين ان احنا ممثلين عن اقباط المهجر ولا قايلين حتى اقباط المهجر؟ الصحفي كتب كلمه، انا مش مسؤول عن كلام الصحفي. بس على حد علمي، وانا بقولها لك لحد علمي انت لم تصحح بعد نشر هذا الخبر انك ليس متحدثا رسميا باسمائنا. احنا متحدثين عن الدولة القبطية، الهيئة العليا للدولة القبطية، وليس متحدثين باسماء اقباط المهجر. واحنا صرحنا الكلام ده اكتر من مرة، ولسه في التلفزيون المصري النهارده وفي البيانات الرسمية بتاعتنا. هات لي بيان واحد بنقول فيه ان احنا موكلين على اقباط المهجر. انا دايما نقول الهيئة العليا للدولة القبطية، حتى ما قلناش اقباط المهجر، واحنا من اقباط المهجر. انتم احنا من اقباط المهجر. طب اسمح لي، احنا من اقباط المهجر، لكننا لا نمثل اقباط المهجر، ومش بنقول هذا الكلام في بياناتنا الصحفيه او في مقابلاتنا التلفزيونيه. وانا ما طلعتش عندك في قناه الطريق وقلت لك انا بمثل اقباط المهجر. يبقى واحد، اسمح لي يا سياده المستشار، واحد
كده اتفقنا انك انت ومن معك لا تمثلون اقباط المهجر وليسوا متحدثين رسميين باسمائنا. ده واحد. مع اعتراضي على انك لم يا فندم اسمعني، مع اعتراضي على انك لم تصحح للصحفي اللي نشر الخبر. ده واحد. اتنين، انا صحح لمين؟ انا شايفه الصحفي ده فين؟ يا فندم انا على معلوماتي ان الصحفي اتصل بيك يعني. انا صحفي ما اتصلش بيا. الصحفي خد البيان المنشور من موقع الجمعيه الوطنيه ونشره. حاجه انا ورا الصحفي اقول له لا. طب ادينا خدناها في برنامج. بقول لك على الملأ. طب اسمحني عشان اخش يا فندم، اسمح لي بس عشان اخش على السؤال الثاني، بس عشان بس نقفل الجزء الاولاني. دلوقتي خدناها على قناه الطريق انك انت المستشار موريس صادق ومن معك لا تمثلوا اقباط المهجر وليس متحدثين رسميين باسمائنا، ومن تفعلونه يعبر عنكم انتم فقط. ده واحد. اتنين، اتنشر برضو على لسانك انك انت المنتج ومن معك. فاسمح لي اقول تاني انه ما تصرحه وما تنتجه، وانا عاوز تاكيد او نفي فكره ان انت المنتج ولا لا، في انك بتسبب مشاكل لاقباط الداخل واقباط الخارج. اكمل سؤالي لو سمحت. ما تقولش النتيجه قبل السبب. انت راجل صحفي، ما تقولش النتيجه السبب. قول الاول، واذا قلت لك تقول لي انت بتسبب مشاكل. فخليك في نص السؤال. انا اكمل السؤال يا فندم. انت ما ينفعش السؤال كده، ما ينفعش السؤال كده. السؤال تقول لي انت انتجت الفيلم ده، اقول لك لو قلت لك تقول لي انت بتسبب مشاكل اقباط الداخل. انا قلت تصريحاتك وافعالك. طب معلش عشان الوقت، بس عشان الوقت. طب خليني امشي معاك للاخر. تصريحاتك وافعالك او خلينا في الفيلم. انت تم الاعلان على انك انت المنتج للفيلم. هل انت منتج هذا الفيلم؟ انا قلت في الموقع بتاعي ان انا منتج هذا الفيلم. انا بسالك، الناس كلها ما دخلتش على الموقع بتاعك يا فندم. انا بسالك هل انا قلت في اي اذاعه ان انا منتج لهذا الفيلم؟ الخبر اللي اتنشر يوم الجمعه اللي فاتت يا فندم. انا ماليش دعوه بالخبر اللي بينشره الصحفي. انا غير مسؤول عن الاخر اللي بينشر يا فندم. ما انت تاخد مني الخبر دلوقتي الحقيقي. انت تسالني عشان انا. طب رد عليا، نعم ام لا؟ انا هرد عليك وهقول لك. انت بتقول لي انت منتج الفيلم، انا بقول لك لا. طب ايه دورك في الفيلم؟ دورنا ان احنا معلنين لهذا الفيلم، قدمنا هذا الفيلم زي واحد بيألف كتاب وواحد يكتب له المقدمه بتاعته، او عنده كتاب وينزل عنه اعلان. ده دورنا. لكن ما قلناش لا احنا منتجين ولا احنا مصورين ولا احنا مخرجين ولا احنا ممثلين. دورنا بس الاعلان عن الفيلم. طيب افتكر الصوره واضحه، وانا صاحب الشأن وبقول لك هذا الكلام رسمي. انا ماليش دعوه باللي بيكتبوه الصحفيين لهاجه الراي العام والتحدث عننا والاساءه لسمعتنا. سيادتك على حد معلوماتي أنا يا فندم. اسمعني. طب اسمعني، انا سمعتك. اسمعني بعد اذنك. انت دلوقتي اول حاجه يعني خدناها منك في تصريحك في انك انت غير ممثل لينا كأقباط في المهجر وغير متحدث باسامينا، وما تقوله وما تفعله يعبر عن نفسك فقط. ده كان يهمني جدا. اتنين، دلوقتي انت بتقول اللي اتنشر بانك انت منتج هذا الفيلم خطأ وانت معلن عنه فقط، وبتقول انك مش مسؤول عن اللي بيتنشر على لسانك. طب انا على حد معلوماتي انه انت على علاقه جيده بالصحفي اللي نشر الخبر وقال الكلام ده. فسؤالي، لماذا لم تصحح في بيان رسمي هذا الموضوع؟ الكلام ده غير صحيح، وانا ديك انت بتسالني وانا بجاوب، واجابتي لك هي التصحيح الرسمي، وهو اعلان على قناه محترمه وعلى برنامج محترم بيقول ان هو انا مصري، وياخد الحقيقه كامله من الشخص نفسه. هي دي الحقيقه الصحفيه. طب اقولها لك،
أنا غير منتج لهذا الفيلم، ودورنا فقط الإعلان وكتابة مقدمة الفيلم فقط لا غير. طيب شكرا لسياده المستشار موريس صادق، احد الداعيين ل عايز ممكن أضيف حتة صغيرة في دقيقة؟ اتفضل. الفيلم قبل ما ننزل الإعلان عنه، وبقولها للتاريخ وللزمن، أنا بعت مقدمة هذا الفيلم قبل الإعلان عنه للمسؤولين في الحكومة المصرية، وطلبت منهم إنهم يفرجوا عن الأقباط المحبوسين بأحكام جنائية زي علاء رضا رشدي وأهل أبو قرطاس اللي واخدين 25 سنة، زي الطفل جمال مسعود اللي بيقضي 3 سنين في السجن بتهمة ازدراء الإسلام، هو أبو المكارم وأيمن ثابت والبحيري. عايزين يفرج عن تصوني مريم اللي محبوسة 6 سنين دلوقتي بتهمة ظالمة. عايزين يفرج على جركس بارومن. عايزين يفرج عن عاطف خلة المحكوم عليه بالإعدام. ودي في ايد الرئيس مرسي يصدر قرارات الافراج عن الاقباط المسجونين ظلما، مثلما فعل انه افرج عن الجهاديين والارهابيين بقرارات. سياده المستشار فاحنا لينا الحق ان احنا، ما انا بسمعني بس عشان نخلص عشان وقت البرنامج يا فندم. ده بربع دقيقه بس عشان ده المهم، ده المهم الناس ما تعرفوش. بنقول لاول مره في قناه التاريخ اتفضل ان احنا بعتنا هذا الكلام ليهم وقلنا لهم ان احنا بنرفض الماده الثانيه من الدستور النهائيه، ما تتحطش في الدستور، وان تكون هناك كوتا للاقباط، وان يتساوى الاقباط وتكون دوله يا فندم. انت اللي بترجع في اخر المكالمه تربط لي انه الاقباط ليهم علاقه بالفيلم. انت يعني ايه علاقه زيد بعبيد؟ احنا طلباتنا ايه طلبات الاقباط المشروعه ملهاش دعوه بالفيلم؟ كمحامي للاقباط قلنا لهم سيادتك محامي للاقباط؟ هذا الكلام يا سيدي، ما القنوات الاسلاميه كل يوم بتطلع عماله تهاجم في الاقباط في مصر، مش محروقين عليها ليه؟ المبدأ لا يتجزأ. مش محروقين عليها ليه؟ انت محموق على الفيلم حقيقي بيتكلم من القران. هذا رأيك، هذا رأيك ورأيك. اما عمالين انتوا تقولوا بقى الجبن القسط اللي عند بعض الناس اللي بيقول لا ده يحرقونا يموتونا، ما بيموتونا كل يوم. في الحق عيال في مدبيرو اللي ماتوا، في الحق العيال بتوع ابو رقاص، في الحق الكنائس المقفوله مش عايزين نخش نصلي في كنيسه، فين البنات اللي دخلوا الازهر وحطها في طرف الحياه الاجتماعيه؟ فين لسان جلدك اللي اتقطع يا سماحه؟ ايه؟ الشعوب الوطنيه والمصريه لن نقبل الاحتلال الاسلامي بعد الان. تصبح على خير. شكرا لمداخلتك، بس خليني ارد في نهايه المداخله انه برضو المبدأ لا يتجزأ. حينما ترفض الإساءة لدينك، أو أنا كمسيحي عندما أرفض الإساءة لديني كمسيحي يلزم علي أن أنا أرفض الإساءة لأي دين، مش شرط الدين الإسلامي عشان عايشين معانا في مصر، لا، حتى الإساءة للبوذيين، الإساءة للدين اليهودي، الدين نفسه، أي دين، لأنه معتقدات الآخر هي مهمة عنده زي ما معتقداتي مهمة عندي حتى لو هو مش مؤمن بيها. ومش معنى إنه الآخر بيشتمني فأنا أقول له ها وأنا كمان هشتمك. طب ما يعني لو أنا عايش في دولة مثلا زي أمريكا فيها ميكينج لاف أو الجنس عادي، قال هقول ما هو كله بيمارس الجنس قبل الزواج عادي فأنا أمارس، اسمه عندنا زنا، والزنا حرام. فهي نفس الحكاية، المبدأ لا يتجزأ، ما لا أقبله على نفسي لا أقبله على غيري. ومفيش يعني مطالب الأقباط المشروعة ملهاش دعوة الفيلم دي غير دي. وتاني ارجع ااكد على اول نقطتين قلتهم، انه انت مش ممثل لاقباط المهجر، وانت غير متحدث باسمائنا، ويعني انت قلت انه انت مش المنتج للفيلم، وانك بعت للمسؤولين المصريين. اشكرك على المداخله. ارجع للاستاذ فرانسوا بصيلي قبل ما اخد بقيه المداخلات. استاذ فرانسوا. ايوه استاذ سماح، انا حاولت اعلق بس ما كان يظهر خطي مقفول بالنسبه لما كان موريس صادق على الخط. طب يعني اتفضل. انا بستغرب، ويعني واضح
جدا من كلامه مستوى. اولا هو قال انه في النهايه هو مروج للفيلم وليس صانعه، هو مروج له، يعني معلن عنه ومروج له. وبعدين في وسط الكلام قال انه كل ما فيه حقيقه في نظره. فانا فيلم في نظري فيلم بذيء وفيلم ضار جدا ومهين جدا لمعتقدات الاخرين، وفي نفس الوقت في اشياء اعلق عليها، لانه هو في حكايه هل انت تمثل الاقباط، الايميلات اللي كان بيبعتها الى الالاف، واكيد ناس منكم جات لهم الايميلات دي على مدى سنين، سنتين او ثلاثه قبل حتى الثوره، كانت كلها يقول لك زعماء الاقباط، يصف نفسه والاثنين ثلاثه اللي معاه بانهم زعماء الاقباط، بيقول على نفسه كده. يعني واحد ينصب نفسه زعيم الاقباط ويصف نفسه بهذا الوصف. فلكم تعليق على هذا. ثاني حاجه انه مستوى التفكير، ان انا ببعت فيلم للدوله المصريه، ما اعرفش مين بالظبط بعت لمين هناك يعني، لكن هو بيقول بعت الفيلم ده وقال لهم يا تخرجوا عن 2 أو 3 ما اعرفش مين بالظبط مسجونين ظلما، يا اما انا هشتم النبي بتاعكم. يعني ده بيقول كده، هو ده تفكيره كده، هذا ما قاله بلسانه. يعني هل هذا تفكير يمثل الاقباط؟ هل احنا يعني نريد هذا التفكير نمشي وراه ونؤيده، نؤيد هذا النمط من التفكير الغريب الشكل؟ ولا طفل في الحضانه يجي يقول لي انا هعمل كده اصدقه؟ ابعت لدوله وابعت لهم فيلم فيه يعني شتائم وبذاءات واقول لهم اذا ما خرجتوش الناس من السجن انا هعمل الفيلم ده هشتم لكم فيه النبي بتاعكم؟ ايه ده؟ تمام. يعني ما هذا؟ هبطنا الى هذا المستوى؟ يعني انا بستغرب ازاي وصلنا الى هذا الحد، وشوف مدى الضرر اللي ستسبب فيه هذا الفيلم البذيء. اضرار يعني غريبه. يعني اذا كان هدفك هو انشقاق الصف في مصر وعمل كراهيه شديده جدا للاقباط وضرر زياده على الاقباط وتقسيم مصر في النهايه زي ما هو بيقول ده هدفه، يبقى انت بتحقق الهدف فعلا. انت تمشي على هذا الطريق لانك انت تزيد من الكراهيه بشكل خطير جدا، انك تنسب هذا الكلام وتزعم ان انت زعيم الاقباط، وبعد كده يقال ان اقباط المهجر هم اللي بيعملوا كده. تمام. اخر كلمه لسعادتك بس عشان وقت البرنامج، تختم بايه في نهايه المداخله يعني؟ اختم بايه؟ انه ادعو الاقباط اخوتي الاحباء ان يتمسكوا بالتعاليم المسيحيه السليمه ولا ينجرفوا تحت هذه الدعاوي الخطيره البائسه اليائسه التي تدعو مره الى التقسيم ومره الى افلام يسب فيها النبي العربي او يسب فيها الاسلام او يعني قذارات غريبه الشكل لا تليق بمسيحي. ادعو الى نبذ هذا تطرف غير مقبول ولا يؤدي الا الى اضرار بالغه للاقباط. تمام. من هؤلاء الذين يدعون انهم يعني يدافعون عن القضيه القبطيه وهم يسببون لها اكبر الاخطار. شكرا حضرتك باشمهندس فرانسوا باسيلي الكاتب المحلل السياسي بنيويورك. شكرا لمداخلتك. معانا الاستاذ منير بشاي رئيس منظمه اقباط كاليفورنيا. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا وسهلا بحضرتك. اسمع من حضرتك استاذ منير، وانت رئيس احدى الجمعيات الحقوقيه بكاليفورنيا، اسمع تعليقك عن الفيلم وعن ربط الفيلم باسم اقباط المهجر. اولا احب ابتدي باني اعلن ان الاساءة الى مقدسات اي دين مهما كان هذا الدين غير مقبول، ونحن نرفض الاساءة الى الاديان لأنها يعني غير أخلاقية ولأنها لا توصل لشيء، ولأنها سوف تخلق غضاضات بين الناس ولا يمكن أنها تحل أي مشاكل بين البشر. فيعني بداية نحن نرفض يعني هذا العمل وهذا الفيلم بالنسبة لهذا الأساس. لكن في عدة نقاط أحب أن أنا أتكلم عنها علشان نحط الموضوع في الإطار السليم بتاعه.
اولا يعني انا مش شايف الضجة الكبيرة اللي معمولة، يعني ايه سببها؟ ليه؟ لان الفيلم المزعوم هو مجرد فكرة، لم يعرض في اي دور للسينما، ولا اظن ان اي دار للسينما ممكن انها تقبله. فارجو ان الاخوة المسلمين يطمئنوا ان هذا العمل هو مجرد فكرة لن تنفذ ولن تعرض على اي انسان في الوجود لكي ما يراه. دي من الناحية الاساسية. فيعني الزوبعة اللي قامت يعني لا اساس لها من يعني لا نتيجة لها ممكن اننا نخشى من حدوثها. النقطة الثانية، خلينا نتكلم عن الناس المسؤولة عن الفيلم ده. يعني إن كان واحد أو اتنين طلعت في دماغهم هذه الفكرة، لكن حكاية إن هم يلام عليها كل أقباط المهجر كما ذكر الأستاذ فرانسوا، وكرر إن طبعا ليس من العدل أن يلام 1,000,000 واحد في أمريكا كلهم أقباط لعمل قام به واحد او اثنين او افراد معدوده. واؤكد ان 1,000,000 واحد دول ما يعرفوش حاجه عن الفيلم ده ولا اشتركوا فيه ولا يعني اتخذ رايهم فيه. وبالتالي كمان الناس اللي في مصر الملايين بقى، مش 1,000,000 واحد، ده الملايين الكثيره دي برضو لا تعرف شيء عن الفيلم ده ولم يؤخذ رايها ولا تقبل انها تشترك فيه او انها تشجعه. النقطة الثالثة اللي أحب أقولها إن يجب أن يحكم على هذا العمل في إطار المناخ المحيط به. لازم نعرف إن الفيلم ده اتعمل في أمريكا، أوكي، وأمريكا دي بلد الحريات. كل واحد في أمريكا من حقه إن هو يقول ما يبدو له. الناس تعلم بهذه المعلومة إن أي واحد بيتكلم زي ما هو عايز، والناس ما بتاخدش اي كلام بيتقال على انه قضية مسلمة. الكلام اللي بيتقال الناس بتوزنه في دماغها ومش شرط انها تقبله، وفي الغالب ان هم بيرفضوه اذا كان بيشوفوا فيه اي نوع من المغالاة او التطرف. اوكي. النقطة الثانية في الحتة دي، طب سريعا يا ريت يا استاذ منير عشان وقت البرنامج. اوكي، كل شيء مقدس تعرض للنقد، كل شيء مقدس تعرض للنقد من اناس في امريكا بما فيهم السيد المسيح نفسه. السيد المسيح نفسه اتعمل ليه افلام وطلعوه على ان هو كان بيحب امرأة، ومرة تانية طلعوه على انه بيحب رجل، يعني عنده شذوذ جنسي. النقطة اللي بعد كده، افتكر ساعتها برضو كان تم رفض هذا الفيلم من الكنيسة ومن الازهر ساعتها في مصر من قيمة 2 سنين، والحكومة المصرية منعت دخول الفيلم مصر عشان بس يعني كل اللي حصل ان تطلع بيانات برفض هذا الفيلم، لكن لا في مظاهرات ولا في حرق اماكن ولا في اعتداء على اشخاص ولا في اي اعمال عنف. يعني الناس بتقول اللي هي عايزاه، والكلام اللي بيتقال بيطلع وينتهي ومحدش بيصدقه. النقطة اللي بعد كده، يبدو ان توقيت موضوع هذا الفيلم مرتبط بذكرى 11 سبتمبر. ما اعرفش ازاي النهارده، يعني احنا دلوقتي في مناسبة 11 سبتمبر، النهارده 11 سبتمبر، وان الموضوع ده اثير في هذا الوقت. هل في صلة بين الاثنين؟ يعني انا شايف كده ان ممكن يكون في صلة بين الاثنين، خصوصا ان الهتافات اللي بتتم في القاهرة بتقول يا اوباما يا اوباما كلنا اسامة، اوكي، واعمال العنف دي بسبب شيء لم يعرض على الناس ولا نعرف اذا كان هيعرض، وغالبا لن يعرض على اي حد. فيعني ليه كل هذا الغضب اللي موجود في الساحة في الشرق الاوسط في هذه الايام؟ النقطة الخامسة الاخيرة، ان المقدسات ليست من الهشاشة بحيث تتأثر بفيلم او كتاب. المقدسات مفروض انها تصمد مهما لاقت من مقاومة. الله الذي يحمي هذه المقدسات هو الذي
يقوم بحمايتها وليس البشر. فخلينا اننا نهدأ قليلا ونسيب ربنا ان هو يقوم بالحته دي، لان هو المعني بهذه الامور. تمام. شكرا لحضرتك استاذ منير بشاي رئيس منظمه اقباط كاليفورنيا. وهذا رايك. كان الكنترول روم بيقولوا لي انه المستشار موريس صادق عاوز يخش تاني. طب الخط قاطع. طيب خلوني كمان اخد معانا الاستاذ هاني حبيب رئيس تحرير جريده نايل نيوز بكاليفورنيا، ونشوف تعليقه. الو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. استاذ هاني، حضرتك رئيس تحرير وتعمل في مجال الصحافه. عاوز اسمع من حضرتك بما بلس انه رايك في الموضوع، رايك كمان في التغطيه الاعلاميه بربط اسم اقباط المهجر ان هم ككل منتجين هذا الفيلم. هو بدون شك الفيلم في حد ذاته، وان كانت امريكا تحترم جميع الحريات في القول وفي كل ابداء الراي، لكن في حدود ان هي لا تسيء لمعتقدات الاخرين. دي نمره واحد. نمره اثنين، سواء اذا كان البعض منا روج لهذا الفيلم لسبب ما، فارجو ان هو يكون على قدر كبير من المسؤوليه، لان التصرفات اللي بيعملها هنا وهو محمي بالقانون وبعيد عن المشاكل وقاعد في التكييف وحياته حياه ناعمه تماما، اللي بيدفع ثمن هذه التصرفات الناس الاقباط الغلابه في مصر اللي بيتاذوا من هذه التصرفات الساذجه. يعني تصرفات لا يفعلها الا السفهاء منا للاسف. نمره ثلاثه، يجب ان احنا كلنا نكون جزء من الحل ولسنا جزء من المشكله. يعني لازم اذا كان ان احنا كاقباط المهجر يعني مش لازم ان هم يظلموا كل اقباط المهجر، ان التصرف ده لا يمثل جميع اقباط المهجر، ولو اننا يعني نقبل عذرهم ان هم بيدافعوا عن دينهم وعن الاهانه اللي حصلت، لكن ارجو ان هم كمان يراعوا ان مش كل اقباط المهجر في هذا الاتجاه. حتى وان كنا ننعم هنا بجميع انواع الحريات، فاحنا بنراعي اخواتنا، واذا كنا تعرضنا للظلم الديني في اي فتره من حياتنا فاحنا حاسين بوجعه وما نمارسوش على اي حد غيرنا. واذا كنا متدينين فعلا ونؤمن بديننا المسيحي فعلا، فديننا نفسه قال لنا ان ندير الخد الايسر ايضا، وان نسامح، وان لا نرد الاساءه باساءه. ويعني اولا واخيرا يجب ان نكون جميعا جزء من الحل وليس جزء من المشكله. تمام. طب تعليقك بخصوص الربط الصحفي ما بين اسمنا او اسم اقباط المهجر عموما والفيلم، يعني هل دي تغطيه صحفيه صحيحه؟ لا، هي تغطيه صحيحه، هي مسيسه تماما، خصوصا ان الاعلام في مصر دلوقتي بقى كله بيتجه للتشدد، ولان هم بيحاولوا يعاقبوا اقباط المهجر جميعا ويفرقوهم عن سواء اقباط اللي جوه مصر او شعب مصر كله بمسيحييه وبمسلميه. للاسف وزير الاعلام يتبع حزب الحريه والعداله والاخوان المسلمين، وواضح تماما انه زي ما كنا بنقول زمان ان السيئه بتعم، فشيء زي كده هم يستغلوها الان، واخذوا تصرفات بعض الافراد 2 3 بالكثير وادوا له صفه اقباط المهجر جميعا. لكن الكل يعلم ان اقباط المهجر دي مش تصرفاتنا، وان كانت لنا قضيه عادله، لكن ان احنا بنعرف ان احنا نظهر او ندافع عن هذه القضيه باسلوب متحضر وفي كافه يعني كامل الاحترام لمعتقدات الاخرين وحقوق الاخرين. تمام. شكرا ليك استاذ هاني حبيب رئيس تحرير جريده نايل نيوز بكاليفورنيا. معانا يا جماعه سياده المستشار. طيب نكمل عشان هو طلب الدخول تاني والكنترول روم مش عارفه توصل له، فيعني ادينا على الهواء بناء على طلبه بيحاولوا يدخلوه تاني. ارجع تاني لبيان الكنيسه عشان نكمل بقى بيانات اللي طلعت بخصوص هذا الموضوع. وارجع تاني قبل البيان اوضح نقطه انه هو انت محموق كده ليه؟ انا
محموق عشان الجزء او الافراد اللي خدوا الكل في رجليهم وبقوا الاساءه باسم الكل. محموق عشان المسيحيين اللي في مصر اللي اتاخدوا في الرجلين برضو. محموق برضو عشان انا ما اقبلش انه حد يهين ديني، وببقى متنرفز جدا لما يهين ديني. ما ينفعش لما يعني لو انا مؤمن فعلا بمساله مبدا، ما ينفعش لما يكون ديني انا اللي بيهان اغضب، ولما يكون دين غيري اللي بيهان اقول وماله، دي حريه راي. لازم نكون واضحين جدا في المساله دي. انت تؤمن بحريه العقيده وتؤمن بالمدنيه وتؤمن بحريه الانسان في العموم، يبقى لازم تؤمن بحريه احترام الرموز الدينيه لاي دين ايا ما كان، وبالطبع لاخواتنا اللي عايشين في مصر احترام لدينهم الاسلامي ورموز الدين الاسلامي. ما ينفعش عشان حد بيهين في ديني فانا اطلع كمان اقول وماله، دي غير دي، ومش هتكون صريح مع نفسك ومش هتكون صاحب مبدا. ارجع تاني لبيان الكنيسه اللي ممضي من نيافه الانبا بخوميوس قائم المقام. علمت الكنيسه ان يا ريت تحطوا البيان تاني يا جماعه. علمت الكنيسة أن بعض المصريين المقيمين في دول المهجر يعملون على نشر الفرقة بين أبناء الوطن الواحد بالإساءة إلى الإسلام ونبيه الكريم، والكنيسة تعلن بمنتهى الوضوح والشدة أنها ترفض وتدين الإساءة إلى الإسلام، وأنها تحترم الإسلام والمسلمين وشركاء الوطن والإنسانية، وترفض المساس بمشاعرهم وعقائدهم ورموزهم الدينية. ولهذا فإن الكنيسة تعلن تبرؤها من أفعال كل من يقيم بتلك الأعمال التي تنطوي على ازدراء الأديان، وهو جريمة يعاقب عليها القانون ويتعارض مع الخلق المصري الأصيل والتقاليد المسيحية. إمضاء الأنبا بخوميوس قائم المقام بتاريخ 10 سبتمبر 2012. كمان كان في بيان من الصفحة الرسمية لاتحاد شباب ماسبيرو، يا ريت تكون معانا على الشاشة للكنترول روم. الصفحة الرسمية لاتحاد شباب ماسبيرو: مسيحيون يشاركون في تظاهرات السفارة الأمريكية لإدانة الفيلم المسيء للرسول. تضامن عدد من المسيحيين والحركات المسيحية المدنية في التظاهرات التي نظمت اليوم أمام السفارة الأمريكية لإدانة الفيلم المسيء للرسول، والذي تم إنتاجه بأمريكا برعاية القس تيري جونز. وأعرب المسيحيون عن رفضهم لأي إساءة للأديان، ومؤكدين أن ترويج موريس صادق وبعض أقباط المهجر لا يمثل المسيحيون في مصر ولا المهجر. وأكد اتحاد شباب ماسبيرو مشاركة الاتحاد في الوقفة تأكيدا للدور الوطني ورفض الإساءة للأديان والعقائد، والتأكيد أن القلة التي روجت للفيلم من أقباط الخارج لا تمثل المسيحيون في مصر ولا في الخارج. كما شاركت رابطة أقباط 38 وأكد نادر الصرفي المتحدث باسم الرابطة استنكارهم لموقف الجمعية الوطنية القبطية وتحركاتها ومناداتها بالدولة القبطية والدعوة لتقسيم مصر وفعالياتها الأخيرة بعرض الفيلم الذي يسيء للرسول ومحاكمته رمزيا بما يسمى اليوم العالمي لمحاكمة محمد، وهو ما يتعارض مع تعاليم الإنجيل. وأهابت الرابطة في بيان لها وزع على المتظاهرين المسلمين والمسيحيين المحافظة على الوطن ووحدته وإعلاء شأن الدولة والرفض لهذه المخططات التي تسعى لتقسيم مصر. هذا هو بيان الذي نشر على الصفحة الرسمية لاتحاد شباب ماسبيرو. كمان كان في بيان أو تويتة للدكتور محمد البرادعي، واللي نشرتها كل الصحف برضو معانا، يا ريت نحطها. البرادعي: احترام المقدسات والرسل سبيل التعايش، السبيل الوحيد للتعايش الأسرة الإنسانية. قال الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور أن احترام العقائد والمقدسات والرسل هو السبيل الوحيد لتعايش الأسرة الإنسانية. ده على الصفحة الشخصية للدكتور محمد البرادعي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. كمان في اليوم السابع مايكل منير يطالب الخارجية برفع دعوى لوقف الفيلم المسيء للرسول بأمريكا. هاجم مايكل منير الناشط القبطي مؤسس حزب الحياة القائمين على الفيلم المسيء للإسلام، مطالبا الخارجية المصرية برفع دعوى قضائية لوقف عرض الفيلم في أمريكا. وأكد منير أنه يرفض التطاول على أي دين من الأديان سماوية أو غير سماوية
جاء ذلك في مداخلته في برنامج الميدان. كمان من آراء الشباب ورأي مختلف، وائل غنيم على صفحته في الفيسبوك بيقول إنه دي رسالة أرسلها لي مصري عايش في أمريكا، ترجمتها: أعيش في أمريكا ولم أسمع عن هذا الفيلم إلا بعد حديث وسائل الإعلام عنه، حتى حينما بحثت بعدها محاولا أن أثور على أخبار عن الفيلم لم أجد. الفيلم المغمور اللي منتجه ومخرجه وكام واحد من أصحابهم كانوا هم بس اللي هيشوفوه، انتشر بسبب الدعاية له من المسلمين وليس من غيرهم. بالمناسبة حتى الرابط الموجود له على اليوتيوب وعليه 100,000 مشاهد هو رابط تابع لقناة إسلامية، متى تتعلموا؟ ده على صفحة وائل غنيم. جورجيت قليني أيضا كان ليها رد، إنه جورجيت قليني قبطي مصري يرد على الفيلم المسيء للرسول بإنتاج فيلم عبقرية محمد خلال أسبوع. ده من البديل. بتقول إنه كشف الدكتورة جورجيت قليني العضو السابق بمجلس الشعب عن أن قبطي مصري بالبرازيل يدعى إبراهيم زكي عندما سمع عن الفيلم المسيء للرسول قرر أن يرد بشكل عملي، وأعلن عن عزمه إنتاج فيلم عبقرية محمد للكاتب عباس محمود العقاد خلال أسبوع. وأعلنت قليني عن رفضها للإساءة للعقائد الآخرين. وأضافت كما أن أول دعوة قضائية رفعت ضد منتجي الفيلم هو من مصري قبطي، مؤكدة أن العلاقة بين الأقباط والمسلمين أكبر من هدمها بسبب تصرفات حقيرة بحسب وصفها. هذه هي تصريحات جورجيت قليني أمامكم. أبو حامد بيتكلم عن اقتحام السفارة الأمريكية. طلب محمد أبو حامد مؤسس حزب حياة المصريين تحت التأسيس الدولة باتخاذ موقف اتجاه الإساءة المتكررة للمقدسات الإسلامية. وقال أبو حامد في حسابه الشخصي على تويتر أن التعبير عن رفض الفيلم المسيء باقتحام السفارة يسيء للإسلام والدولة المصرية ولن يحقق أي نتيجة إيجابية. كما طلب الرئيس مرسي بالتحرك لاحتواء أقباط المهجر وعدم التمييز بين أبناء الوطن، قائلا يجب أن يتحرك الرئيس المصري لاحتواء أقباط المهجر بالمواطنة العادلة التي لا تمييز بين أبناء الوطن الواحد لأي سبب من أسباب. وأكد أن المسيحيين لا يتحملون مسؤولية الفيلم المسيء للرسول ولا يتحملون مسؤولية تصرفات موريس صادق. واختتم قائلا الدفاع عن الرسول والإسلام يكون بإظهار حقيقة الإسلام وأنه جاء رحمة للعالمين يأتي ذلك. دي تصريحات محمد أبو حامد بعدما تظاهر المئات من الشباب الإخوان وشباب حزب النور وعدد من مصابي الثورة والأرترس وحركة 6 أبريل وبعض الحركات المسيحية اعتراضا على الفيلم أمام السفارة الأمريكية. برضو شارك في هذه الوقفة عشان وقت البرنامج، بس بحاول أعرض معظم الأشياء يعني. أعضاء من المصريين الأحرار يشاركون في وقفة السفارة. ده برضو يعني حزب المصريين الأحرار. تلاقوني أنا جايب كل معظم اللي اتقال من جهات مدنية عشان نعرف إنه أنت لما بتهاجم مقدسات الآخر بتلاقي إنه اللي واقف في الوسط واللي بيدافع عن حقوقك وطلباتك المشروعة بيبتدي يبعد عنك، لأنه أنت اللي من وجهة نظره يعني أنت بتهين فعلا مقدساته هو، أنت ما احترمتوش هو، فأنت عاوزه إزاي يحترمك؟ هي الفكرة في كده. أعضاء المصريين الأحرار يشاركون في وقفة في السفارة أمام السفارة الأمريكية. كمان بخصوص بقى أحداث السفارة نفسها، أكدت وزارة الخارجية أن مجموعة من وده كان في اليوم السابع يا جماعة، يا ريت نطلع الصورة الفرنسية. واشنطن تؤكد أن متظاهري السفارة اخترقوا سوريا وسور سفارتها في القاهرة. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن مجموعة من المحتجين تسلقوا سور السفارة الأمريكية في القاهرة الثلاثاء ونزعوا العلم الأمريكي. وقالت مسؤولة في الوزارة ردا على سؤال حول ما إذا كان المتظاهرين استبدلوا العلم الأمريكي بعلم تنظيم القاعدة أن بعض الأشخاص اخترقوا السور وأنزلوا العلم واستبدلوه، وما سمعتوه أنهم استبدلوا علم أسود ليس عليه شيء، ولكن ربما تكون مخطئة في ذلك. ده اللي منشور في اليوم السابع يا جماعة. طب نشوف فيديو للمظاهرات النهارده والرجال الأمريكية وهي بتتكلم عن هذه المظاهرات.
السفارة الأمريكية، وهذا بعد نزع أسوار حديدية كانت تمنع المرور بالشوارع المحيطة بالسفارة. تمكن بعضهم وكان عددهم ربما بلغ المئات ينتمون في معظمهم إلى التيار الإسلامي من الدخول ورفع العلم الأسود محل أحد الأعلام في السفارة الأمريكية. من المعروف أن المتظاهرين اليوم في الذكرى 11 من سبتمبر كانوا يحتجون أمام السفارة بسبب فيلم مسيء للرسول عليه الصلاة والسلام كان مقرر عرضه اليوم في الولايات المتحدة، قام بإنتاجه بعض من أقباط المهجر، وكانوا وأيضا إضافة إلى أنصار عمر عبد الرحمن الشيخ عمر عبد الرحمن المتواجدين أمام السفارة منذ عدة يعني في أعقاب هذه نية التظاهر السفارة الأمريكية اتصلت بالجبهة السلفية وذكرت وأصدرت بيان تدين فيه السفارة استمرار محاولات بعض الأفراد المضللين لإيذاء مشاعر المسلمين الدينية، وأدانت أيضا محاولة الإساءة للمؤمنين من جميع الأديان. ولكن فيما يبدو أن هذا الرد أو هذا البيان الذي أرسلته السفارة الأمريكية إلى الجبهة السلفية لم يكن كاف بالنسبة لهم، وذكروا في بيان أصدروه اليوم أيضا أن المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية الدكتور خالد سعيد أوضح أنه يعني لا يكتفي بهذا البيان ويرفض أي إساءة لأي دين بالذات الدين الإسلامي، وأن من فعلوا هذه الإساءات إنما يعني رفضوا هذا الموقف وذكروا أنه غير مقبول بالمرة، وقالوا للمسؤول الأمريكي الذي يتحدث إليهم بأن الدين الإسلامي يسمح بإهدار دم كل من يتعدى ويسب النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا أنه من الممكن للولايات المتحدة أن تعدل من قوانينها وتستخدم قوانين كما التي يستخدمونها ضد الإرهاب على حد تعبيرهم. دعت الجبهة السلفية عموم المسلمين للتواجد اليوم في بالوقفة أمام السفارة الأمريكية. هذه الوقفة بالفعل بدأت ربما منذ الساعة 4 عصر اليوم وتزايدت إلى أن وصلت إلى هذا الحد من عملية يعني بيعتبرها البعض اقتحام. الآن رندا كان هناك إطلاق نار بحسب ما أفهم من الجيش. البعض ذكر أنها إطلاق للنيران، والبعض الآخر ذكر أنها مجرد إطلاق لطلقات صوتية فقط لتفريق المتظاهرين. الجيش متواجد إضافة إلى قوات من المارينز المتواجدة داخل السفارة لتأمينها. حتى الآن الوضع تم يعني احتوائه، ولكن من الواضح أن هذه الجموع يعني غاضبة ومتواجدة حتى هذه اللحظة أمام السفارة. معلش ده كان فيديو لشرح أحداث اليوم. هنعرض فيديو المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ولكن بعد هذا الخبر أنه رئيس مجلس شورى الجماعات الإسلامية بيرفض التعدي على السفارات. ده عصام دربة يعني اتكلم على أن يعني محاولات الإساءة للرسول كانت نتيجتها انه المتظاهرين المظاهره اللي حصلت النهارده امام السفاره الامريكيه معترضين على هذا الفيلم، من بينهم المسلم والمسيحي وشباب الارتس والحركات الثوريه والتيارات الاسلاميه لغضبهم عن هذا الفيلم. وبيتكلم في عدم التعدي. ده بقى يعني دربة كان بيتكلم عن عدم التعدي على السفارات من مصر، اي سفاره داخل مصر او داخل الاراضي المصريه، وانه لازم انه تلتزم الدوله المصريه بحمايه كل السفارات وفقا لالتزاماتها الدوليه، والتفريق بين اقباط المهجر او بين المتطرفين من اقباط المهجر الذين يقفون وراء هذا الفيلم وبين باقي اقباط المهجر وبين اقباط الداخل. بيقول ان دول غير دول، وطلب دربة الحكومه الامريكيه بادانه هذا العمل لانه يؤدي للكراهيه او يدعو للكراهيه بين الشعوب. كمان نشوف طب الخارجيه الامريكيه وبتتكلم عن مظاهرات اليوم ونرجع تاني. كما قلت هناك بعض المظاهرات عندما كانت وزيرة الخارجية هناك، لكن أتردد في ولا أتسرع في الحكم على الموضوع، ولا نريد أن نخرج بأحكام متسرعة. فهناك كثير من التطورات الإيجابية في علاقاتنا مع مصر، وكما تعلمون نائب الوزيرة كان هناك في نهاية الأسبوع مع 100 من رجال الأعمال الأمريكيين
الأمريكيين يعملون مع نظرائهم المصريين، وبالتالي هذه مسألة بحاجة إلى الدعم لتجديد وتحسين العلاقات والتوصل لصفقات وعقود جديدة، وهذا أمر تم تقديره من مجتمع الأعمال المصري. وتحدثنا مع المجتمع المدني المصري والحكومة على مجموعة من الدعم للمضي قدما، وبالتأكيد كما هو واضح من الأمور التي تتعلق بمصر الجديدة هي أن التظاهر أمر ممكن، نحن نريد أن تكون المظاهرات سلمية، وهذا ما لم يحدث أمام السفارة، والآن يحاولون استعادة الاستقرار. الحكومة المصرية ترحب بنا وتتعاون معنا. لماذا تعتقدون أن الرسالة لا تصل؟ هل أنتم أم السفارة والخارجية عليكم بذل المزيد من الدبلوماسية؟ تواصلتم مع الأخوة المسلمين، وأيضا مسألة رجال الأعمال الأمريكيين، لكن لماذا تعتقدين أن الرسالة لم تصل للمصريين بعد؟ أعتقد أن هناك المزيد من الجهد من جانبنا ومن جانب المصريين ومن شركائنا. نحن نادرا ما تكون الحالة هي أنك تتمكنين من إرضاء الجميع في بلد واحد، ونحن نحترم الحق في التظاهر السلمي طالما هو سلمي. هل أصبحوا أكثر عداء تجاه الولايات المتحدة؟ لم أرى أي شيء، وما من سبب يدعونا لأن نعتقد أن هذا تطور خطير. هل تتذكرين ما فعلوه في السفارة الإسرائيلية؟ وبالتالي ماذا تفعلون أنتم؟ في هذه الحالة نحن نتعاون مع الأمن المصري لاستعادة الأمن والنظام. حتى الآن ليس لدي تفاصيل، فالأمر تطور بسرعة، الأمن المصري خارج السفارة تفاجأوا بحجم المتظاهرين. نعم، هذه أمور نراها، علينا أن ننتظر حتى نرى تطور الأمور. هل لديكم أي معلومات؟ هل هناك كثير من الاستفتاءات؟ قلت لم تري نتائج الاستفتاء. كلا، لم أقصد أن لدينا استفتاء خاص قمنا به. ده كان تصريحات المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية. عاوز بس في نهاية الحلقة أوضح مجموعة أشياء. واحد، إنه زي ما شفتوا كان معنا أكتر من مداخلة، كان من بينها المستشار موريس صادق، والكنترول روم بلغتني إن هو كان عاوز يجي يدخل تاني بعد ما هو أغلق الخط، ولكن بعد الموافقة وهم بيحاولوا يتصلوا بيه تاني رفض وقال إنه مشغول. ده للتوضيح عشان بس يبقى ادينا حق الوقت الكافي للرد. في تاني مرة هو اللي رفض الدخول. تاني حاجة إنه عاوز أختم بإنه المبدأ ما بيتجزأش. فكرة إنه فكر فيها كده، لو أنت بترفض حاجة على نفسك وتقبلها على أي إنسان تاني، يبقى ده نوع من أنواع انفصام الشخصية. فعلا مؤمن بحرية العقيدة، فعلا مؤمن بالمدنية، حتى لو جه واحد تاني متشدد جدا من دين آخر يهاجمك، أنت هتبقى رافض لده. ولو جه واحد تاني بيهاجم اللي بيهاجمك، المفروض تبقى رافض ده برضه، مش عشان هو بيهاجمني فأسيب التانيين يهاجموه. لازم أن يكون ده واضح جدا. سواء يعني أنا مش أنا بتكلم بشكل شخصي، وبتكلم كمان بشكل مدني، اللي هو الحرية والمدنية والعدالة الاجتماعية المطلوبة. مش معنى ان حد بيظلمني فانا اروح موافق على ظلم التاني، مش معنى ان حد بيسيء ليا ابقى انا مع ان اللي يسيء لي. اما لو بتتكلم بشكل ديني فده برضو ضد التعليم الكتاب المقدس، وده اللي قالته الكنيسة في تصريحها الرسمي، انه ده يتنافى مع تعليم الكتاب المقدس، لانه الكتاب المقدس يدعونا الى حب اعدائنا،
وليس التجريح، ده الأعداء. كمان عاوز أتكلم في أنه التصريحات أو الأفعال الغير محسوبة هي كانت سببت في بداية أزمة بين دولتين، يعني القنصلية الأمريكية في بنغازي تم ضربها ومقتل يعني موظف أمريكي وإصابة آخر. ده من ال AFP، قالت وكالة الأنباء الفرنسية أن موظفا أمريكيا قتل في القنصلية الأمريكية في بنغازي، وجرح آخر الذي في الهجوم الذي شنه بعض المسلحون اليوم اعتراضا على الفيلم الذي يسيء إلى الإسلام كما قالوا، حسبما أعلن وزير الداخلية الليبي يونس الشريف. ده في بنغازي، قنصلية ضربت القنصلية الأمريكية ومحاولة لاقتحام السفارة الأمريكية. عاوز بس أتكلم كلمة أخيرة في موضوع التظاهرات. من حق الناس إنها تتظاهر طبعا، بس خدوا بالكم إنه في القانون الدولي وفي الاتفاقيات الدبلوماسية إن أرض أي سفارة بيتم فيها تنفيذ قوانين الدولة التابع لها السفارة دي. يعني أرض السفارة المصرية في أمريكا بيتم تنفيذ داخلها القوانين المصرية ليست القوانين الأمريكية، وبذلك أيضا أرض السفارة الأمريكية بالقاهرة داخل السور بيتم تنفيذ القوانين الأمريكية وليست القوانين المصرية. فأنت اعتداءك على السفارة ده ودخولها ده كأنك بتعتدي على سياسة الدولة الأخرى. هتقول بس دي على أرضنا، ما هو أنت سفارتك في بلدهم بتتعامل بنفس المعاملة. فيا جماعة ما تتسببوش في أزمة ما بين دولتين كبار. أتمنى أنه هذه الأزمة أو هذه صوبعة الفنجال تعدي على خير، وما تخليناش ننسى الدستور اللي بيتكتب، حالة الطوارئ اللي بيعد لها أحمد مكي وزير